الناس بهذا الزمن ما بيعيشوا أبدا، بيضلوا عم ينتظروا شيء لحتى يصير شغل، حب، صدفة، فرصة ممكن تغير الحياة وتقلب الموازين. وبين هالانتظارات عم بتضيع حياتنا نحن وكثير من الناس. يقول تشيخوف عن الإنسان: نحن لا نحيا بل نقف في طوابير لا تنتهي أمام أبواب الغد. فكروا بهالكلام، نحن بنضل نأجل كل شيء لوقت لاحق، ومنعلق حياتنا على أيام ومواعيد بالمستقبل ما بنعرف إذا رح تجي، أو ممكن نحن نكون موجودين وقت تجي هاي الأيام. وبعد سنين من الانتظار بنكتشف إنه نحن ضيعنا هاي السنين وما في أي شيء على أرض الواقع. ضيعنا سنين بالكلام وبالأوهام وما في أي فعل. نحن كبشر عنا الوعي والذكاء، ولكن بنفس الوقت عنا شوي من الغباء، إنه نحن بنراهن على أيام وعلى مستقبل ما إنه مضمون إذا نحن موجودين فيه، أو هاي اللحظات الحلوة والأحلام اللي بنرسمها براسنا هي موجودة، ومنضيع اللحظة اللي بين إيدينا حاليا بالهموم والتفكير والضغط والستريس. وأنا أحد الأشخاص اللي بيعمل هيك، ولكن هذا الشيء غلط. وصار أسلوب حياتنا عبارة عن انتظار بانتظار، دوما بننتظر الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاي، وبننسى نعيش هاي اللحظة، وكأنه أحلامنا وحياتنا هي عبارة عن مواعيد مؤجلة بعمر هذا الزمن. فنصيحة اليوم إلكن وإلي، يعني أنا مخاطبكم وعم خاطب نفسي: حاج تنتظروا، عيشوا اللحظة وانبسطوا بأيامكم، لأنه يوما ما كل شيء رح يخلص وينتهي. سلام.